السلام عليكم شباب، أينما استقر بكم المقام. التميز الحضاري. التميز الحضاري هو أن تكون أمة ما مميزة عن أمة أخرى في خصائصها الحضارية. نحن المسلمين متميزون حضاريا بخصائص عقدية عمقها فينا الإسلام، وابتعثنا الله لنخرج بها العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. وهي الرسالة التي عبر بها ربعي بن عامر في مواجهته لكسرى الملك الفارسي حين قال له: ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. هذه الخاصية الحضارية يجب أن يفهمها بعمق كل شباب العالم الإسلامي، ويتحرك في سبيلها وتعميمها على البشرية. ذلك أن البشرية جمعاء تعاني من خلل حضاري يسوقها إلى العبودية لغير الله سبحانه وتعالى. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم جاء إلى مجتمع متخلف حضاريا وصفه بالجاهلية. والجاهلية هي خصائص وهي صفات لا تنحصر بمجتمع ما أو في زمن ما، وإنما تمتد إلى أزمنة عديدة وتنتقل بالعدوى من مجتمع إلى آخر. هذه الخصائص الحضارية الجاهلية هي في تناقض ومواجهة مع خصائص الحضارة الإسلامية. الحضارة الإسلامية تقوم على التطهير من العبودية لغير الله، التطهير من الانحلال الأخلاقي، التطهير من الفساد، التطهير من العنصرية، التطهير من كل شيء يكدر الحياة. وعليه عندما نتحرك إلى الناس جميعا ينبغي أن نتحرك ونحن نحمل هذه الخصائص. هل نواجه اليوم حضارة جاهلية تقودنا إلى المهالك؟ نعم، نواجه حضارة منحرفة عن الجادة. وعندما نقول الجادة إنما نعني الجادة التي سلكها الأنبياء من يوم بعث الله نوحا عليه السلام إلى أن ختمهم بنبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هؤلاء الرسل جميعهم يتفقون على خاصية حضارية للإنسانية كلها من آدم عليه السلام إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهي خاصية الخضوع لله وحده والتميز بالأخلاق السامية التي شرعها الأنبياء ليس من عند أنفسهم وإنما بوحي من الله سبحانه وتعالى. فاستحسنوا المحاسن واستقبحوا القبائح ودعوا الناس إلى أن يسلكوا هذا المسار. هذا المفهوم النبوي النقي الطاهر يواجه اليوم زحفا حضاريا جاهليا يريد أن يدمر الأخلاق بنشر مفاهيم أخلاقية تسيء إلى الإنسانية، تسيء إلى قيمها. فماذا تنتظر من حضارة تفسر العلاقة الجنسية على أنها ارتباط بين فردين؟ إنه دمار للبشرية ويجب أن ندركه ونعمل في نقيضه.